هي دي الصفقة اللي اتقال عليها مهاجم تحت السن. هو ده اللاعب اللي تقول عليه لاعب يقدر يضيف للنادي الأهلي. لاعب نيجيري موهوب متألق في أوروبا وبيسجل أهداف عالمية وعنده مراوغات ممتازة، وضيف على ده إنه لاعب لسه صغير يعني واعد وخامة طيبة. ميركاتو يناير مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي لأنه عايز يجيب لاعب تحت السن ولاعب بمواصفات معينة علشان مش أي حد يقدر يلعب في النادي الأهلي. النهاردة هعرض لك لاعب تحت السن مميز بشكل كبير، بيلعب في الدوري النرويجي الدرجة الأولى وعامل أرقام ممتازة مع فريقه وخامة مبشرة جدا. هتستمتع جدا في الحلقة دي. بس قبل ما نبدأ الحلقة فضلا زي ما تعودنا يا ريت توحد الله لا إله إلا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي. ويلا بينا نشوف مين هو صاحب الحلقة بتاعت النهاردة. اللاعب اللي قدامك ده اسمه ايمانويل اوربان، لاعب عنده 20 سنة في الوقت الحالي. هو نيجيري وبيلعب في الدوري النرويجي الدرجة الأولى في نادي اسمه استيبك، ومتألق جدا معاهم وعامل مباريات عالمية، وقيمته التسويقية على ترانسفير ماركت 100,000 دولار، يعني لاعب رخيص جدا. الموسم ده لعب في الدوري مع فريقه 22 مباراة بمعدل 1612 دقيقة. لاعب من الركائز الأساسية، يعني سجل في المباريات دي 16 هدف وعمل 7 اسيستات، وده رقم ممتاز جدا ومعدل تهديفي عالي بشكل كبير. كمان قدر في بطولة الكاس يلعب مباراتين ويسجل فيهم 3 أهداف، يعني تقدر تقول عليه ان هو النجم الأول لفريقه وهو صاحب المساهمة الأكبر في الفريق، وكمان قادر يساعد فريقه بشكل كبير انه يحتل المركز الثاني في الدوري اللي بيلعب فيه. فالفريق ده ماسك في كنز اسمه ايمانويل. عايز اقولك ان القيمة التسويقية للفريق عموما 4,850,000 دولار فقط، وده يقولك انك لو عرفت تقدم عرض كويس للفريق ده هتقدر تاخد اللاعب، لان اللاعب ده هيتخطف في اوروبا. وافتكر كلامي، تعال افرجك على ايمانويل في الملعب واوريك قد ايه هو لاعب مميز وقد ايه يقدر يقدم اضافة للنادي الاهلي، وما يقلش حاجة عن مارسينيو اللي النادي الاهلي كان عايز يتعاقد معاه في الميركاتو اللي فات، بل بالعكس عنده مميزات عن مارسينيو، انه مثلا لاعب صغير ومش هياخد مكان في القايمة، وانه برضه لاعب صغير خامة مميزة ويقدر يضيف ليك فنيا وماديا فيما بعد، وحاجات كتير جدا. ممكن اللي ينقصه حاجة واحدة وهي الخبرات، لكن غير كده لا، هو لاعب مميز وهوريك بعينك دلوقتي وهتشوف اللاعب عامل ازاي. للوهلة الاولى اول ما تتفرج على ايمانويل هتعرف ان اللاعب ده بيدريبلينج بالكورة بشكل مميز ولاعب حريف بمعنى الكلمة، يعني هدف زي اللي قدامك ده بيقدر يستلم الكورة ويراوغ لاعب واتنين في مساحة ضيقة جدا علشان يروح على الجول، ويراوغ كمان الحارس ويسجل هدف من الاهداف المميزة. كمان رغم انه قصير الا انه بيعرف يلعب الضربات الرأسية وبيقدر يهرب من الرقابة، ولاعب جيد في لعب الضربات الرأسية وبيلعبها بكل اتقان وبشكل مميز. والهدف اللي قدامك ده بيدل على ذلك، وعلشان ده مش وليد الصدفة هدف تاني بيسجله برضه بدماغه من متابعة مميزة. كمان سجل هدف تالت بيقدر يطلع ارتقاء كويس ويلعب الكرة بالرأس علشان يسجل هدف من ضربة رأسية. كمان ضيف على ده انه لاعب سريع وكويس جدا في المساحات وبيقدر يقطع مساحات كبيرة في الملعب. هدف زي ده بيستلم الكرة من نص الملعب بيعمل سبرنت ويروح ويحطها في زاوية كويسة ويقدر يسجل هدف لفريقه، ودي حاجة مميزة. يعني دي هجمة مرتدة اللي احنا ما بنقدرش اصلا ننفذها ونشكل منها خطورة تماما. وبرضه علشان ده مش وليد الصدفة الكرة مع لاعب الخصم بيبصيها للاعب اللي جنبه، ولكنه بيعمل سبرنت كويس ويتوقع الكرة ويقطعها من المدافع علشان يروح على الجول ويقدر يسجل هدف، وبرضه هدف بمجهود فردي لانه قدر يستغل خطأ الخصم وقدر يتوقع الباص اللي طالع من رجل المنافس. كمان دايما لما بيتحرك داخل منطقة الجزاء بيهرب من الرقابة بشكل متميز وبيقطع القريبة او البعيدة ويعمل التكملة الهجومية علشان يسجل. وزي ما قلت لك لما بيجي من الخلف للامام انه لاعب سريع وذكي في تحركاته. الكرة مع زميله في الفريق بيطلب الكرة ويشاور على المكان اللي عايز فيه الكرة، وبالفعل الكرة بتتلعب له وهو بيتحرك تحرك ممتاز جدا وبيروح على الجول ويحط المدافع في ظهره علشان يسجل هدف برضه بذكاء منه وبتحرك جيد. طبعا انت مستغرب ان اللاعب ده بيلعب سنتر فيرود، السبب ان فريقه بيلعب بطريقة 4-4-2 وهو بيلعب هو مهاجم تاني 2 قدام علشان هو سريع وبيقدر يستغل المساحات، وفريقه بيلعب بخطة دفاعية.
فهو ممتاز في الحته دي. وزي ما هو لاعب واعد جدا في تسجيل الاهداف، ولكنه برضه لاعب مميز في صناعه الفرص، وبيقدر يصنع اهداف بشكل مميز وعنده رؤيه. لمسته مميزه بتخلي فريقه يوصل للجول باسيست منه، يعني باص زي ده بوش رجله الخارجي بيدل انه لاعب عنده رؤيه وعنده تمكن كويس جدا والكره تحت رجله. وبرضه ده مش وليد الصدفة، بيعمل كورة برجله العكسية اللي هي الشمال بالمقاس للمهاجم علشان يروح يسجل هدف. الخلاصة انه ايمانويل لاعب ممتاز وخامة مبشرة جدا، وقادر يصنع الفارق ان شاء الله اذا انضم للنادي الاهلي. لاعب صغير في السن يتأيد تحت السن، مش هياخد مكان في القايمة. تاني حاجة لاعب هتستفاد منه فنيا، وبعد كده هتستفاد منه ماديا لانه لاعب مميز ولسه تحت السن، لسه صغير يعني. وتالت حاجة وده الاهم، ان فريقه مش هيطلب فيه مبلغ كبير، وتقدر تخلص اللاعب ده بكل سهولة ان شاء الله. واعتقد النادي الاهلي لو دخل وقال انه عايز اللاعب ده للفريق التاني هيقدر يخلصه بمبلغ قليل. ولكن لو النادي الاهلي دخل وقال لك انا عايز اللاعب ده يلعب في الفريق الاول هتبقى فيه عقبات كتير. دي حاجة. تاني حاجة بقى والاهم، ان اللاعب عارف النادي الاهلي. هتقول لي عرفت ازاي؟ هقول لك لما دخلت على الانستجرام ودخلت على المتابعين اللي عنده لقيته عامل فولو للبيدج بتاعت الاهلي الرسميه، ودي حاجه بتوضح ان اللاعب عارف النادي الاهلي، ولو جاله العرض هيقبله على الفور، لان النادي الاهلي خطوه للامام كبيره تقدر تسهل له الاحتراف في اكبر انديه اوروبا او الانديه اللي في منتصف الجدول في اوروبا. فانا شايف ان اللاعب ده كويس جدا، وان شاء الله اي حد من اعضاء مجلس الاداره بتاعه النادي الاهلي او اي حد من الاداره الفنيه يشوفوا الحلقه دي، اتمنى يعني. واتمنى تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لاعلى عدد من الناس، وان شاء الله حد منهم يشوفه ويهتم باللاعب ويتفرج عليه. وانا متوقع ان مارسيل كولر لو شاف اللاعب ده هيعجبه جدا وهيعوزه معاه في السكواد بتاع النادي الاهلي. انا دلوقتي يا صديقي قلت رايي وهستنى رايك. قول لي رايك في اللاعب، هل هو هيقدم اضافه للنادي الاهلي ولا لا؟ وعايزك تتاكد 100% ان بهتم جدا بالكومنتات بتاعتكم لاني بستفاد منها بشكل كبير. وبكده انتهت حلقتنا، فضلا وليس امرا. قبل ما تقفل الحلقه وحد الله لا اله الا الله وصلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي. وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي، اشوفكم بخير، سلام.